واهلا بيكم فيديو جديد من بدون مونتاج. طبعا اعذروني على الاضاءة والظلال اللي ورايا والسيت اب اللي كل شوية يتغير عشان انا بتنقل دايما يعني من مكان للتاني، فبيبقى مش سهل عليا ان انا انقل معايا حاجات، ف يعني ان انا اصور بامكانيات بسيطة في كل مكان والتاني احسن من ان انا ما اصور لكمش خالص. الهبة للبنات ايه ده؟ واحنا عارفين الهبة للرجالة لما هنعرف الهبة للبنات. اغلب مشاكل البنات جاية من الصورة اللي هي بتظن انها المفروض تكون عليها. فانتي بتتولدي بيتم التعامل معاكي على ان انتي الكائن اللي المفروض يعني يتحمل، يعني اغلب البيوت، انا بقولش كل البيوت، ان انتي الكائن اللي المفروض يتحمل الاعباء النفسية للبيت. يعني ايه؟ يعني وجودك مرتبط بادخال البهجة وادخال الراحة النفسية على الموجودين. لو معرفتيش تضفي جو من الهدوء والراحة على اللي حواليكي يبقى انت كده عندك مشكلة. والحقيقة طبعا دي يعني طريقة تفكير منمطة، يعني نمطية مغلوطة جدا جدا عن البنت. البنت هي انسان. يعني ايه انسان؟ يعني هي عندها ميول وقدرات مختلفة، كل واحدة غير التانية، مش كلنا شبه بعض. هل انت وصاحبك واخوك وباباك وخالك كلكم نفس الشخصية؟ كلكم عندكم نفس الميول؟ بما انكم كلكم رجالة بقى، فيعني انتم المفروض كلكم تبقوا بتحبوا العمل الشاق وتبقوا كلكم اجسادكم قوية هل ده الواقع؟ كلكم بتعرفوا تشوفوا تفكروا بشكل منطقي؟ كلكم بتعرفوا تخططوا للمستقبل؟ هل ده الواقع؟ هل انت مش هتتضايق لو انت تم فرض عليك صورة نمطية لازم انت تتبعها زي باباك وزي عمك وزي خالك وزي جدك ولازم تبقى كذا وكذا وكذا؟ اكيد دي حاجة تخنق جدا، لان في الاخر احنا بني ادمين، كل واحد بيبقى عنده شخصية بتولد بيها. طيب هل ده معناه ان احنا ما نقدرش ان احنا نكتسب حاجات مختلفة وشخصيات مختلفة واحنا بنكبر؟ لا، ممكن طبعا، بس ده مش هيحصل بشكل صحي. وهقول لكم يعني ايه شكل صحي اللي انا اقصده. ده مش هيحصل بشكل صحي الا اذا كنت انت في حالة توائم وتوافق وانسجام مع الشخصية الاساسية اللي انت مولود بيها، مع الميول الاصلية اللي انت مولود بيها. يعني انت مثلا شخص او انت بنت بتميلي لان انت تقعدي في اوضتك تسمعي صوت العصافير، تعملي حاجات بالابره والخيط او كروشيه. بتميلي ان انت تعيشي في حاله الهدوء دي لوحدك. خلاص، هل ده معناه ان انت لازم تظلي بهذه الشخصيه طول حياتك لحد ما تموتي؟ لازم تاخدي الشخصيه دي في كل مكان معاكي، في اماكن العمل، في الشارع، وانتي بتشتري في السوبر ماركت لازم تتعاملي بنفس الشخصية الهادية؟ هل ده معناه كده؟ معنى كلامي ان احنا للأسف بنحط نفسنا قدام اختيارات معقدة، اللي هو يا ابيض يا اسود. يا انا خلاص انا اعيش زي ما انا وهي شخصيتي الواحدة اللي انا اتولدت بيها وهنتشر بيها في كل العالم وهتعامل بيها في كل الاماكن وكل المواقف وكده، يا تقبلوني ما تقبلونيش. او حد تاني يختار يقول لا، انا تعبت من شخصيتي دي، انا شخصيتي دي مقيداني، مخليه الناس ما بتحترمنيش، الناس ما بتعمليش حساب، الناس مش حاسه بقيمتي، فانا هتخلى عنها خالص وهعامل كل واحد زي ما بيتعامل معايا. عشان كده بسبب طريقه تفكيرنا الانحيازيه اللي دايما بتميل الى الاختيار ما بين اقطاب متباعده، ده احنا متعودين عليه للأسف بسبب أنظمة التعليم، ودي ليها نقطة كبيرة وليها سبب كبير قوي. حتى لو بيوتنا هادية وجميلة ومتوائمة معانا، لا، أحيانا كتير بيبقى نظام التعليم سواء في المدارس أو في الشارع، عشان الاتنين نظم تعليم بيعلموك إن لا، أنت يا تبقى
تبقى على طبيعتك كده طول الوقت وصدقني يعني هتكسب في بعض المواقف بالصدفة، وبعض المواقف كتير قوي مش هيبقى ليك اي يعني صوت لي فيها ولا حد هيبص لك فيها. او ان انت تختار تتنازل تماما عن شخصيتك الطبيعية البسيطة اللي انت مولود بيها او اللي انت متوائم معاها وتقعد تتبنى طريقة تعامل الاخرين معاك. طيب ليه بالذات بوجه كلامي للبنات؟ لان البنات هما الطرف اللي في اغلب الاحيان، ودي دراسات معمولة يعني، انه الستات هما الجنس اللي بيتحمل اكتر العواقب اللي بتحصل في نفسيات الناس اللي حواليهم. فوالله لو مثلا في ام واولادها طلعوا يعني منطويين، او طفل تاني طلع عنيف، او طفل تاني طلع مستواه الدراسي مش قد كده، مين اللي بيتشاور عليه اول واحد باصابع الاتهام؟ الاب، المجتمع، الاسره كلها، حد من الاخوات، السوشيال ميديا؟ لا، الام اول واحده بيشار اليها باصابع الاتهام هي الام. نفس الكلام لما بنلاحظ مثلا الاخوات مع بعض في اغلب البيوت، في اغلب الاسر، في اغلب الاعمال، والله في مشكله حصلت، بقولك ايه، ده اخوك الكبير، بقولك ايه، ده اخوك الولد، لازم تسمعي كلامه، بقولك ايه، ما تهدي بقى وتمشي حالك، بقولك ايه، ما تخليكي كده متصالحه وتسامحي، اللي ممكن يكون مشكله كبيره حصلت معاكي انت مش عارفه يعني تجاوزيها. القاء اللوم على عاتق البنات والستات دي حاجه منتشره عالميا مش بس في مجتمعاتنا. ايه علاقه ده بالهبه؟ علاقه ده بالهبه ان انت بما ان انت مطلوب منك معايير كتير قوي توصلي لها عشان الناس اللي حواليكي ترضى عنك، فبيتم استهدافك ك زبون مثالي للنظام الاستهلاكي. ايه الكلام الغريب ده؟ يعني ايه الكلام المكلكع ده؟ يعني انت شخص مثالي ان هو يقعد يشتري 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 عشان يملى الفراغات الكتيرة اللي المطلوب منه ان هو يملاها، عشان اللي حواليه يرضوا عنه ويشوفوه ان هو شخص مقبول. وبرافو عليكي، يعني برافو عليكي ان انت تعرفي تعملي تتكلمي مع اخواتك في البيت، برافو عليكي كمان بتعرفي تعملي حاجه المطبخ، ده انت برافو عليكي كمان بتعرفي تذاكري، برافو عليكي كمان مهتمه بشكلك ومهتمه بجمالك، ده انت ممتازه، ده انت كمان بتعرفي تتكلمي حلو، ايه ده انت كمان عندك احساس بالامومه، ايه ده انت كمان بتعرفي تتعاملي مع الراجل وتهوديه كده وتريحيه، ايه ده. كل ما لبيتي معايير اكتر وكل ما عدد الناس اللي بتسقف لك بقى اكتر، كل ما بقيتي زبون مثالي. اقول لك مبروك، لقد وقعتي في الفخ. فخ ايه؟ فخ المجتمع الاستهلاكي او الرأسمالية الاستهلاكية، اللي هو انت زبون مثالي لايه؟ الشراء المتواصل. طب شراء ايه بقى؟ كل حاجة، انت وشخصيتك. انت مثلا شخصيتك ممكن تكون مش عارفة قوي مثلا يعني مثلا بتفكري كويس ولكن ما لقيتيش تقدير في الحتة دي، فلاحظت ان اللي حواليكي بيقدروا الجمال، البيئه اللي انت فيها والمجتمعات اللي انت فيها عامه. يعني ممكن مثلا في مكان العمل البنت الحلوه لاحظتي ان هي بتاخد اهتمام اكتر بكلامها. في الشارع بتتعامل بطريقه مختلفه في المكان اللي انت فيه. فخلاص طلعتي قرار، انا هعمل ايه؟ ههتم بالتجميل. ففي واحده امكانياتها بتتيح ليها انها تشتري ميك اب كتير وتقعد تعمل طول الوقت في شكلها. في واحدة تانية امكانياتها بتتيح ليها ان هي تقعد بقى تحقن وتعمل فيلر وتنفخ في نفسها وكده. هقول ايه؟ في واحدة تالتة والله لا، ده انا المجتمع بتاعي بلاحظ ان انا لما بيمدحوا البنت اللي بيبقى شكلها طبيعي، مش حاطه ميك اب، مش عامله فيلر في وشها وبوتوكس وعادي وشكلها طبيعي، بس مثلا شكلها صحي، بشرتها بتلمع، في صحه في وشها، فانا ايه؟ اروح للوك ده.
تقعد تشتري كريمات وحاجات للعنايه بالبشره، وعارفه بقى اللي هو النظام الكوري بقى، البشره الزجاجيه وشك يلمع. ليه وشي لازم يكون بيلمع؟ ليه؟ ليه في كل العفره اللي احنا عايشين فيها دي، في كل التلوث، ليه وشي لازم يكون بيلمع؟ انت بتتعاملي مع بني ادمين في الشارع، بتلاقي فيه فجوه زمنيه في وشهم، مش حبوبه، فجوه زمنيه، بس عادي ما حدش بيقول لهم حاجه. ليه العنصريه دي؟ طيب ماشي، انا عايزاكم تلاحظوا انا ليه بحط بفرش البيز دي اللي هي القاعده دي، عشان عايزاكم تلاحظوا ان مفيش شكل واحد ونمط واحد ثابت لاستخدامك كزبون يقعد يشتري. مفيش شكل واحد ونمط واحد، كله بقى موجود، كله بيتارجت، يعني بيتوجه ناحية حاجة معينة فيكي، وهي الشعور الدائم ان في حاجة ناقصاكي ولازم تكمليها. لازم تكمليها ليه؟ عشان الناس اللي حواليكي تشوفك نموذج بشكل ما، تبصلك حتى لو مش هتسقفلك بشكل واضح، بشكل ما تشوفك ايه ده، شطورة. المثل العبيط اللي بيتقال لنا اللي هو الشاطر شاطر في كل حاجة، ما شفتش الكلام ده بيتقال لراجل صراحة، ما شفتش راجل بيتقال له الشاطر شاطر في كل حاجة، بس دي شفتها بتتقال لستات آلاف المرات. ليه؟ ليه لازم الشاطرة تبقى شاطرة في كل حاجة؟ هي مش بني آدمة؟ هي الشطارة دي مش محتاجة أول حاجة ميول فردية، وبعد كده محتاجة تخطيط، ومحتاجة مهارات تكتسبها، ومحتاجة قدرات بقى تزيد عندها، وبعد كده ازاي تبتدي تطبق المهارات اللي اتعلمتها في مواقف مختلفة، ازاي تبتدي تلاحظ السياق المختلف، تجارب حياة. ليه الشاطرة لازم تبقى شاطرة في كل حاجة؟ في واحدة وهي صغيرة بتلاقيها شاطرة جدا في التعبير عن مشاعرها، في واحدة وهي صغيرة بتلاقيها شاطرة جدا في، تلاقيها كده كلامها عاقل وموزون، وهي طفلة سبحان الله و9 و10 سنين بتلاقيها كلامها موزون. في واحدة تانية بتلاقيها شاطرة قوي في حاجات الزينة والتجميل من وهي صغيرة، تعرف تنسق كده اللبس، وتعرف تعمل التوكة ازاي ومش عارفة ايه، وتعرف لو واحدة مليانة شوية تخلي شكلها متناسق اكتر، لو واحدة رفيعة تخلي شكلها مليان. عندها هي كده حاجة عندها. فلا، الشاطرة مش لازم تبقى شاطرة في كل حاجة، ما تسيبيش حد يقنعك بالفكرة دي. ماشي، الهبة بقى، ليه انا قلت عليها فن؟ الهبة فن ليه؟ وايه اهمية اصلا ان انت يبقى عندك هبة؟ وليه ما حدش بيكلمنا عن الموضوع ده؟ وليه احنا بنفتكر ان الراجل هو المفروض بس يبقى عنده هبة؟ ليه يا جماعة؟ الهبة دي متعلقة بالانسان. مجرد انت ما بقيت يعني بشري، اتولدت لأب وأم من جنس البشر، فأنت وأنتي لازم بيبقى عندك إرادة حرة. إرادة حرة، هتقدر تختار لنفسك. ولأن كلمة الإرادة الحرة دي ارتبطت بالتمرد، يعني لازم حد يكون ثوري ويزور في البيت ولا ويغضب وبتاع، فخدت طابع كده شوية عنيف، اللي هو يعني حاجة مش حلوة قوي، يعني الإنسان يبقى بيختار بحريته، هي مش حرة قرارها، لازم تتبع حد بشكل لا واعي. يعني مش عايزة أقول إنه كل الناس بتبقى متعمدة وقاصدة إنها تعمل معاكي كده، بس ده حاجة في الوعي الجمعي، العقل الجمعي للبشر من زمان، مش دلوقتي بس عشان احنا منفتحين دلوقتي على بعض وكل واحد بيشوف التاني، فبقى الموضوع يعني واضح اكتر. الهبة للبنات، يعني ايه مزايا الهبة للبنت قبل ما نعرف ايه هي الهبة، عشان تبقي عارفة ايه يعني ليه انت المفروض تكملي الفيديو او تسمعي الكلام للاخر تدي لنفسك فرصة تجربيه. هتديكي قدرة على ان انت تاخدي وقتك قبل اي قرار، حتى لو اللي حواليك كلهم بيقولوا لك ان ده قرار بسيط وصغير، يعني انت اللي مكبره الموضوع، بس انت في قرارة نفسك عارفه ان هو موضوع مهم في حياتك ومحوري، يعني حاجه هتترتب عليها حاجات كتير تانية. فابتدي وبتقولي لهم ماشي، هشوف، هفكر، هدرس الموضوع. حياتك
مش هتبقى تبعا لرغبات واختيارات الآخرين اللي هي ممكن تكون بنوايا حسنة عادي جدا، ولكن من نظرتهم هم لحياتك مش من نظرتك انتي لحياتك. الفايدة التانية اللي هتعود عليكي لما يكون عندك فن الهيبة، ده هيديكي مساحة ان انتي تقولي لأ على الحاجات اللي هتضيع وقتك وهتضيع طاقتك وهتشغلك عن الحاجات اللي انت اصلا عايزه تعمليها. فايه اللي هيحصل؟ هتبتدي تركزي اكتر في اللي انت مختاراه، فتلاحظي تغييرات بشكل او بنمط اوضح واسرع في حياتك، بشكل منتظم اكتر. الكيرف بتاع كل هدف والتاني عندك تلاقيه بيعلى بيعلى بيعلى. هتحققي تقدم في الاهداف المختلفه في حياتك، سواء في مجال صحتك، سواء في مجال دراستك، سواء في مجال تطوير مهاراتك الشخصيه والكلام والتعامل مع الناس، سواء حتى في راحتك النفسيه. راحتك النفسيه يعني ايه اقول لا؟ يعني والله مثلا ممكن تلاقي نفسك انت خلاص خدتي قرار ان انت من اول الاسبوع، دايما احنا لازم من اول الاسبوع، ما ينفعش مثلا من النهارده، من اول الاسبوع انا هوقف دقيق ومنتجات اللي فيها كلها جلوتين ودقيق، عشان دي مثلا بتبوظ لي مناعتي، بتبوظ لي جسمي. تمام، خدت القرار، بصيت لقيت حد في البيت عامل صينيه مكرونه بالبشاميل، يا نهار اسود بقى، والبشاميل اللي نازل يا لهوي، ودي اكلتك المفضله، يلا هاتي كلي. فانت لما تقولي لا الاول قلتي لا للاكله، وبعد كده هتضطري تقولي لا للشخص، لانه الشخص عامل لك بقى بعشم بقى وتعبان فيها وجاي يقول لك، فانت قلتي لا للاكله نفسها، قلتي لا للشخص نفسه. وطبعا هيترتب على ده حاجات، انت هتقولي ما انا نفسي في حته واحده مش هيحصل حاجه، هتحسي ان انت زعلانه شويه، هيبتدي طعم المكرونه بالبشاميل اللي متخزن في عقلك يطلع في بقك. تمام، فهترجعي تقولي تاني لا للمشاعر المتخزنه. هيجي الشخص اللي عمل لك الاكله دي يقول لك كده بعد ما وقفت في المطبخ وتعبت، انا عاملاها عشان خاطرك، كده هتكسفيني، طب انا عايزه حد ياكل معايا. فجواكي غير ان انت قلتي لا من بره، هتقولي لا لا تاني من جوه، المشاعر اللي هي التعاطف دي، واللي هو طب ما انا يعني هكسفها، طب ينفع؟ كل ده هتعرض تقولي لا. فهي لقات كتير، هي لقات كتير في موقف واحد بس. تخيلي كده كميه ال الثبات اللي انت محتاجاها عشان تفضلي هدفك انت في التراك بتاعه، ماشيه في التراك بتاعه، ما تخرجيش عنه. شايفه الموضوع ماشي ازاي؟ طيب ايه علاقه الهبه باللا؟ ان مره في مواقف مختلفه من الحياه، طبعا ممكن في مواقف تضعفي وترجعي تاني، ترجعي للتراك بتاعك، في اهداف مختلفه ممكن تضعفي وترجعي تاني، طبعا ده تبعا لحاجات كتير. المهم ان انت بترجعي تاني وبتتعلمي من الاخطاء، يعني بتتعلمي ايه اللي طلعني عن التراك في الموقف ده، ايه الحاجه اللي اغرتني في الموقف ده، طب اشمعنى الحقيقه كنت بدور على احساس ايه لما انسقت ورا حته المكرونه بشاميل، ايه الاحساس اللي انا كنت بدور عليه، وتحاولي ان انت تعوضيه بحاجه من الحاجات اللي ضمن الاهداف بتاعتك، ما تطلعكيش عن التراكس. هتلاقي صدقيني، هتلاقي لما تفضلي تعملي ده اكتر من مره، مواقف مختلفه، ده هيوصل للي حواليكي، سواء في الاسره، سواء في بيئه العمل، سواء في المجتمع، ان انت بني ادمه عارفه انت عايزه ايه. وده يعرفك ايه هي الهيبه. الهيبه من اساسيات الهيبه هي ان انت تبقى عارف انت عايز ايه، انت تبقي عارفه انت عايزه ايه. وانا خاطبت البنات بالذات في الفيديو ده، لان اغلب الرجاله واغلب الشباب الولاد عارفين هم عايزين ايه، سواء نزلوا طلعوا بس عارفين هم عايزين ايه، ده الاغلب على الاقل في مجال واحد في حياتهم. لكن البنات، انا بقابل بنات حقيقي في الجلسات ممكن تكون في ولا ناحيه في حياتها عارفه هي عايزه ايه، ولا ناحيه. واحيانا كمان بيبقى في مجالات هي فاكره ان هي عارفه هي عايزه ايه، فاكره، تعتقد، لكن لما اقعد اتكلم معاها نكتشف احنا الاتنين سوا ان يا لهوي، ده ما طلعش ده اللي انا عايز، يعني ما طلعش اختياري، ده طلع فكره حد زارعها في دماغي وانا مشيت ورا الفكره، بس ده حد اقنعني ان الاتجاه ده
حاجه هتوصلني لحاجه جميله قدام، وانا صدقت واشتريت ومشيت وراها، وانا كل ده فاكره ان انا عارفه انا عايزه ايه، بس الحقيقه انا ما طلعتش عارفه انا عايزه ايه. طيب ايه الحته الفاصله، الميزه الفاصله او الحاجه الفاصله اللي تعرفك او تعرفك اذا كنتي انت فعلا ماشيه ورا حاجه انت اللي محدداها ولا حد تاني هو اللي محددها لك؟ هل انت اخترت ام سيرت؟ الهدوء النفسي. الهدوء النفسي، الهدوء النفسي اللي مختار هدفه بكامل ارادته بيبقى عمل ده من مواقف كتير في حياته، كل مرة بتوصله ان ده انا، ايوه انا عايز الاختيار ده، ايوه انا عايز الاختيار ده، مش عشان حد يقول عليا حاجة، مش عشان ابقى شبه اللي حواليا، عشان انا برتاح في الاختيار ده. مش بس برتاح في الاختيار ده من الناحية النفسية، برتاح كمان في الاختيار ده من الناحية المادية، في الحياة المادية، في التعامل المادي. انا برتاح ان انا اكون بتكلم بنبرة عالية، مش برتاح ان انا اكون بتكلم بصوت واطي والناس تقعد تسألني ايه بتقولي ايه. لا، انا لاحظت من التجربة ان انا لما بتكلم بنبرة عالية، برغم ان الناس بتقول لي عيب وما يصحش ولازم البنت يبقى صوتها واطي وتون صوتها يبقى هادي ومش عارفة ايه، لكن انا لاحظت في التعامل الخارجي في اماكن مختلفة ان لما بتكلم بتون واطي الناس بتقعد كتير تستفسر عن الكلام بتاعي، وده بيضعف كلامي، بيضعف قوة الحاجة اللي انا بتكلم عنها. فخلاص من مرة في التانية في التالتة خدت قرار ان انا هوضح صوتي. طيب هل انا كده سيرت ولا خيرت؟ اذا بعد ما قلنا الهيبة، من الاساسيات بتاعتها ان انت تبقى عارف انت عايز ايه ومحدده كويس. الحاجة التانية عشان تعرف انت اللي انت محدده ده هو اختيارك انت لوحدك ولا اختيار حد زرعه في دماغك، هو الراحة النفسية والمادية. لما بتلاقي ان انت ما بتتزقش، مش حاسس ان انت بتجري وانت مكفي على وشك، انت هادي ومرتاح وانت بتعمل الحاجة دي، وكمان وانت بتطور في الناحية المادية برضو انت هادي ومرتاح. وكلامي كان مخصص للبنات، هو ينفع طبعا للولاد والبنات، للرجالة وللستات. للأسف البنات عندها ميول أكتر للانسياق بقرارات الآخرين مش باختياراتها الشخصية.